بتعادل مخيب للامال منتخب مصر بيتعادل مع الكويت 1-1 بقدام محمد مجدي قفشه في الدقيقه 88 عن طريق ضربه جزاء. في مباراه شهدت من العديد من الفرص المهدوره واخطاء كتير في اللمسه الاخيره عند لعيبه منتخب مصر. ويلا بينا نبدا بالشوط الاول. بدا الشوط الاول بضغط كبير من منتخب مصر، وكان في تسديده اولى عن طريق غنام محمد في الدقيقه الثانيه لكن يتصدى لها حارس منتخب الكويت. وفي الدقيقه الرابعه هجمه خطيره لمنتخب مصر وعرضيه توصل لمحمد النني لكن بيتصدى لها حارس مرمى منتخب الكويت. وفي الدقيقه السادسه عرضيه من ضربه ركنيه توصل لياسين مرعي كان ممكن يسجل منها الهدف الاولاني لمنتخب مصر. وفي الدقيقه الثامنه عرضيه ثانيه كمان لمنتخب مصر توصل لمحمد شريف لكن يوصلها سهله لحارس منتخب الكويت. وفي الدقيقه 13 عرضيه خطيره من اسلام عيسى توصل لرجب نبيل لكن بتعلى فوق العارضه. وفي الدقيقه 19 اول خطوره من منتخب الكويت من تسديده من داخل المنطقه لكن تعلى فوق العارضه. وفي الدقيقه 27 عرضيه من اكرم توفيق لكن اتعامل معاها بغرابه محمد شريف وبيهدر فرصه محققه للتسجيل. وفي الدقيقه 36 هجمه عن طريق اسلام عيسى يتحصل منها على ضربه جزاء لمنتخب مصر ويخش يسددها عمرو السوليه لكن يضيعها بغرابه جدا. وفي الدقيقه 41 تسديده خطيره لمنتخب الكويت لكن بتعدي من جنب القائم. وفي الدقيقه 43 انطلاقه من اكرم توفيق لكن تتقطع منه من دفاع منتخب الكويت. وفي نهايه الشوط الاول تسديده من محمد النني يتصدى لها حارس منتخب الكويت وبينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين. ويلا بينا نشوف الشوط الثاني. بدا الشوط الثاني بضغط برضه منتخب مصر واستحواذ على اللعب وتسديده خطيره من اسلام عيسى في الدقيقه 47 لكن بتعدي من جنب القائم اليمين. في الدقيقه 50 انفراد من اسلام عيسى لكن يضيعها بغرابه جدا بدل ما كان يلعبها عرضيه مصطفى سعد اللي كان فاضي تماما كان ممكن يسجل منها الهدف الاولاني لمنتخب مصر قبل ما يستقبل الهدف الاولاني من منتخب الكويت. وفي الدقيقه 59 تسديده محمد شريف ضعيفه لكن تعدي من جنب القائم اليمين. وفي الدقيقه 61 تبديلتين لمنتخب مصر بيخرج فيهم محمد شريف ومحمد النني وبينزل محمد مجدي قفشه ومروان حمدي. ومن بعد التعديلات في الدقيقه 65 تيجي ركنيه لمنتخب الكويت بيقدر يسجل بيها هدف التقدم عن طريق اللاعب فهد الهجري في وسط عدم الرقابه من دفاع منتخب مصر ويقدروا يسجلوا منها هدف التقدم. بعد تسجيل هدف التقدم منتخب مصر حاول بكره عن طريق ياسين مرعي في الدقيقه 69 لكن كانت كره عاليه جدا بعيد عن الجول. في الدقيقه 72 يخرج يحيى زكريا وينزل كريم فؤاد في الباك الشمال. وفي الدقيقه 75 عرضيه توصل لمروان حمدي لكن بيضيعها بغرابه. وفي الدقيقه 79 تسديده من قفشه لكن تعدي من فوق العرض. وفي الدقيقه 81 انفراد لمنتخب الكويت لكن بينجح في التصدي ليها محمد بسام. ومن بعد اهدار منتخب الكويت فرصه محققه للتسجيل بتيجي فرصه خطيره لمنتخب مصر عن طريق مروان حمدي بيسبب فيها بضربه الجزاء وطرد الحارس الكويت ويخش محمد مجدي قفشه يسددها في منتصف المرمى ويسجل فيها هدف التعادل لمنتخب مصر. وبينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1 واستثناء من لاعبي منتخب مصر ومنتخب الكويت. وفي انتظار مباراه الاردن والامارات ونشوف مين هيتصدر المجموعه. ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين صعبين جدا في مواجهه الامارات والاردن. وصلي على النبي.